السلام عليكم. ردا على صواريخ المقاومة، الاحتلال يقصف أهدافا في قطاع غزة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال مراسل الجزيرة إن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة، حيث قامت بقصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية، وذلك ردا على الصواريخ التي أطلقتها المقاومة عقب استشهاد القيادي عدنان خضر في سجون الاحتلال. وكشفت مصادر عربية أن إسرائيل تتجه للرد على إطلاق الصواريخ من غزة بشكل قوي، وذلك عقب اجتماع لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار القادة الأمنيين لبحث سبل الرد على إطلاق فصائل من المقاومة صواريخ على مستوطنات إسرائيل. وعقد نتنياهو جلسة مشاورات أمنية مع كبار قادة الأجهزة الأمنية في الاحتلال، من بينهم وزير دفاعهم يوآف غلانت، ورئيس هيئة الأركان لجيش الاحتلال هيرتسي هالفي، وذلك لبحث الوضع الأمني على حدود قطاع غزة. وقال غلانت إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستعمل بحزم وقوة ضد كل من يحاول المساس بمواطن الاحتلال. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.